تعال احكي لك على ازاي الاب بيكون هو الكوبري اللي بينقل ولاده من الحماية في البيت الى مواجهة المجتمع والتعامل معاه. في الحقيقة ان دايما الام هي مصدر الرعاية في البيت اللي بتوفر الحب والرعاية والاهتمام وهكذا، ولكن بيجي دور الاب هنا ان هو اللي بياخد الولاد من مجتمع المريح بتاع البيت الى ازاي يواجه العالم بره. هو اللي بياخده معاه يصلي الجمعة، هو اللي بياخده معاه في مشوار، هو اللي بينزل معاه اما يجوا يصلحوا العربية. فالولد او البنت بيبدأ يشوف ان العالم ما هواش بس العالم الآمن اللي جوه البيت، ولكن ده في حاجة تانية، وانا بمساعدة ابويا قدرت ان انا اخد الخطوة دي. فبالتالي واحدة بواحدة اقدر انا كمان اخد الخطوة ان انا اتعامل مع هذا العالم لوحدي بدون وجود السقالة دي، السقالة الآمنة للولاد إن هم ينتقلوا للعالم ويتعاملوا معاه. بيبقى الموضوع ده صعب جدا وبيخلي إن الولاد القلق بتاعهم من التعامل مع العالم يزيد جدا، وده اللي ممكن يسبب أمراض نفسية أو مشاكل في الشخصية بعد كده.